وبرضه بديها تقليبه كده، وبسيبها بالظبط تاخد غلوه على البوتاجاز وبشيلها. ودي الكبده الاسكندراني بتاعتنا بعد ما خلصت. ما اقولكمش على الريحه بصراحه. ولو صدقوني عايزين تعملوا طبق كبده محترم ويتاكل، تعملوه بنفس الطريقه ديت، الكبده الاسكندراني. عملت طبعا جنبه طبق الطحينه بتاعنا الجميل دوت. وبصراحه انا جعان لازم ادوق. انا قاعد مستعد من ساعتها مستني الكبده. بسم الله. خطير بصراحه. وزي ما قلت لكم الكبده ما بتقعدش على البوتاجاز اقصى شيء من 10 ل 15 دقيقه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم رجاء وليس امرا دعمكم ليا على قناتي على اليوتيوب عشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله.